عادي، ولو انت بتجيب 20 ولد خليه يموتوا لجهنم، انا ما بحسن بجيب غير ولد. هذا الكلام طلع من شيخ، من رجل دين مسيحي. يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم بس يلي وصل الشعب السوري لهون. عم نشتغل بالسراج والفتيلة لنفهم الدنيا كلها، من أصغر سوري لأكبر سوري، بلا طائفي بلا طائفية، بدنا نعيش متكاتفين مع بعض. فبيطلع كلام من، يا للأسف، من رجل دين مسيحي بيقول له أنت عندك 20 ولد، أنا ما بجيب غير ولد. يعني أنت أولادك خلي يموتوا، عندك كتير، دمهم رخيص، أنا ابني دمه غالي. ليش ابنك وين كان يا صديقي لما كان مليون بني آدم عم يموت؟ ليش وين كنت أنت لما مليون بني آدم سوري عم بيموت؟ وين كنت أنت لما النظام البائد نفذ كيماوي على الغوطة قريبة منك ما بعيدة؟ وين كنت؟ وين كنت؟ ليش ما شفنا خطاباتك الرنانة هي اللي عم تحكي فيها مع الروس اللي كنت تتصور معهم، ولا مع الضباط اللي كنت تطلع تبارك لهم؟ شو؟ ولا هيك فهمتوا الحرية؟ ولا هيك فهمتوا الكرامة؟ ولا هيك فهمتوا راح تصير سوريا؟ لا لا، هجومكم على الحكومة مردود عليكم. اليوم الحكومة عم تتحارب من الصغير والكبير، اليوم الحكومة عم تتحارب من كل الدنيا. شو قابلتوهم؟ هذا اللي بدنا نفهمه نحن من الأخوة الوطنية، هاي بدنا نفهمها من اللحمة الوطنية. هيك بدنا نفهم إذا رجل دين هيك عم يطلع معه، شو عرفت لعوام الناس؟ أنا كيف بدي أجي فهم صديقي المسيحي إنه نحن إخوة ونحن أولاد بلد ونحن مع بعض، ورجل دين عنده وله قيمته عم يتكلم بهذا الكلام الطائفي؟ عن جد هزلت.